السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وعدتكم في الفيديو السابق راح نعطيكم تدبيرتي أنا أو طريقتي أنا في الاحتفاظ بالليمون أو بالقارص لمدة طويلة، يعني لتفرزوا. إن شاء الله تعجبكم طريقتي وتشاركوا في القناة وتدعموني باللايك وتبارطاجوه مع أصدقائكم. ونبداو هنا الطريقة تاعنا أو التدبيرة تاعنا على بركة الله. عندي كونتيتي تاع قارص أو الليمون، راح نحيلو الزاست ونبدا نهز الكيل تاعي ب3 حبات تاع ليمون. انا مولفه، يعني الصراحه اللي مولفه نديرها دائما نستخدم 3 حبات تاع ليمون بالزاز تاعهم، نستخدم بهم يخرجوا لي اطره تاع جي او عصير شربات او موخيتو او اي نوع من عصائر اللي نستخدموها للليمون. راح نبدا نحي الزست لهذوك 3 حبات تاعي بلا ما نفوت للابيض كما راكم تشوفوا، يعني راح نحي هذاك الاخضر او الاصفر. هنا الليمون تاعي راكم تشوفوا فيه يعني مخلط فيه الاصفر وفيه الاخضر. راح نحي الزست الكامل هذوك 3 حبات تاعي ونبدا نهز بهم الكيل. نستغل الفرصه هذو الايام، راهو يعني البري تاعو راهو مليح، نحتفظوا به للشتاء او لرمضان اذا احيانا ربي. المهم لاي مناسبه يجيك ضيف تقدر تجبدي وتخدمي في سهوله. هنا 3 حبات تاعي تاع الليمون خرجوا لي يعني ملعقه ممتلئه تاع الزست. راح نهزها الكيل تاعه هنا في قوبلي ونحطها جانبا. راح نكمل نحي الزست لهذاك القارص تاعي كامل ونحطه جانبا، ونبدا نزيد نعصر هذوك 3 حبات فقط، يعني نعصر 3 حبات نهز بهم الكيل ونكمل نعصر الليمون تاعي كامل. هنا كما راكم تشوفوا نحيت هذيك الزست، تشوفوا كامل اخضر واصفر يعني ما فيهش هذاك الابيض. راح كما قلت لك راح نعصر هذوك 3 حبات باش نهز بهم الكيل تاع 3 حبات. شحال يجيبوا لي من عصير، يعني كاين حبه هنا كبيره وكاينه متوسطه وكاينه صغيره، يعني ما خلطت باش نعرف بها الكيل. هنا خرجت لي كوب، يعني راح نزيدو على هذيك الزست يخرج لي كوبلي معمر، يعني تقدري تكونجلي هكا بلي كوبلي، تعمري كوبلي تغلفيه بالبلاستيك الاليمونتار وتحطيه في الكونجيلاتور. واللي ما عندهاش ولا ما عندهاش ليسباس تقدر تخدم في البورتمونجي بالطريقه هذه كما راح نخدم انا. راح نبدا نعصر هذاك القارص تاعي كامل اللي نحيت له الزست ونحطه جانبا ونبدا نهز، يعني هنا بالطريقه هذه راني كملت عصرته كامل. راح نكمل نحطه جانبا ونبدا نهز به القيس. هنا بعد ما كملت عصرت هذاك الليمون راح نحطه هكا في، شوفوا الكونتيتي انا اللي خرجها لي هذاك 5 كيلو تاع الليمون، يعني البري تاعو اليامات هذو راهم مليح. راح نهز بها الكيل، شوفوا بالطريقه هذه. انا راح نكونجلي كما قلت لكم في البورتمونجي. هذه البورتمونجي راح تهز لي 6 كؤوس، يعني راح نكيل بالطريقه هذه 6 كؤوس وراح نزيد لها 6 ملاعق تاع الزست، يعني كل كاس تاع عصير عنده ملعقه ممتلئه تاع الزست. يعني هنا هذا العصاره، يعني هذا العصير تقدري تخدمي به اي حاجه، تقدري تجبديها حتى واذا في الاكل، يعني بغيتي تخدمي بالمسكوتشو تقدري تخدمي به في الاكل، يعني تخدمي به كما نقولوا عقده ولا اي حاجه تقدري تجبدي منه وتخدمي، لانه ما فيه لا سكر لا اي حاجه اضافيه. هنا راح بعد ما نحي مع ملوحت راح نكمل نعصر هذاك العصاره اللي بقات لي فوق العصاره، لانه راهي فيها كونتيتي كبيره يعني من العصير. راح نعصرها بالطريقه هذه في الباطا ونزيد الجهه الثانيه راح نكمل نعصر في العلبه الثانيه. راح نقفلها بالطريقه هذه، واذا طاحت لكم كاش زريعه نحيولها باش ما ديرناش المرار فيما بعد. راح نكتبوا هنا فيها شحال كوب درنا. راح نزيدوا الكونتيتي الثانيه في علبه ثانيه، راح نكيلو كيما انا هذه دات لي 5 كؤوس عفوا، راح نزيدوا لها 5 ملاعق تاع الزست. هنا ها هي كي راح نكملوا نفرغوها كامل، واذا حتى بقات لي شويه زست راح نزيدها فيها نورمال ما تضرش يعني. راح نكمل كما قلت لك راح نحيو هذيك العصاره ونحطوها جانبا. هنا راح نحطوهم بالطريقه هذه، نحيو كامل هذيك العصاره اللي راهي في اللب وهذاك الخياط، يعني شوفوا كيف هبطت لي رغوه. راح نخلطها هكا ونكتب عليهم كما قلت لك. انا ننسى الصراحه، اللي ما تنساش هاي ما تكتبش. راح نكتب شحال كوب هنا باش كي يجمد نقدر نقصو. راح نحطه في المجمد ونخليه يا ربي ساعه ساعتين حد ما تشوفيه بدا يجمد تجبدي تقصيه، ما تخليهش حتى يجمد كليا وتقصيه. واذا جمد لك بزاف نسيتيه وفيما بعد جبدتيه خليه لبرا ما يصرالو حتى حاجه، يعني اول ما يدفى تشوفيه باللي طرا تقدري تقصيه بلا ما تقصي البورتمونجي تاعك. تقسميها عدد الاكواب اللي درتيه، كيما انا هذه البورتمونجي درت فيها 6 اكواب راح نقسمها على 6. ان شاء الله تكون عجبتكم التدبيره وتشاركوا في القناه وتدعموني باللايك. في امان الله وحفظه.